أزول، أهلا وسهلا ومرحبا. غير الموضوع ديال اليوم غادي نحاول ما أمكن باش نهضروا على هادشي ديال جنوب إفريقيا، لأن واحد الحالة اللي هي مهمة جدا على مستوى التاريخ ديال منطقة إفريقيا بصفة عامة، والعلاقات الجيوسياسية اللي من خلالها تيبان لنا بأن الموقف ديالها مؤخرا من استدعاء أو استضافة ديميستورا في جوهانسبورغ تيبين بأن هذه الدولة في الحقيقة تتلعب واحد الدور اللي هو الآن سياسي في قضايا تهم الشعب الأمازيغي، وخاصة الصحراء الأمازيغية. لذلك فهذا القرار يبقى قرار سياسي لا علاقة له بالأمم المتحدة، لأن ملف الأمم المتحدة باين وواضح، يعني منذ 1963 عنده مرجعية ديالو. على الأقل بالنسبة لهذا القرار اللي هو سياسي، يعني الأمازيغ ما خصهمش يسكتوا عليه، لأن عشان ضاف إلينا التدخل في الشؤون ديال شعوب أخرى اللي هي شعوب أمازيغية في شمال إفريقيا. وأكثر من ذلك وظف يعني هذاك العاطفة ديال الإسلاميين والعرب بصفة عامة، أو الأوروبيين عفوا، فيما يخص قضية غزة أو المشكل ديال غزة الذي هو بعيد عنا حنايا والصراع العربي الإسرائيلي ككل في شمال إفريقيا. لهذا ف يعني من الناحية السياسية ملي تيدخلوا الأطراف السياسية، فأعتقد بأن ملف الصحراء المفبرك يحتاج إلى طرح سياسي آخر جديد، خلافا لما كانت تخطط إليه فرنسا وما كانت تسعى إليه دائما في تفريق بين الأمازيغ في شمال إفريقيا. تنمرني.